وهذا تلفوني اللي وصل من صنعاء، اللي كان فيها الاتصالات حق عز الدين عامر والرسالة حق أنا بروي كيف تكون جاوع. تمام، لأن شريحتي هي القديمة نقلتها إلى هذا التلفون، وكنت راجم التلفون هذا ما أستخدمش. وهذا تلفوني اللي كان فيها الشريحة القديمة وفيها رسائل من 2024 لعز الدين عامر، وهو بيرسل لنا افعلوا صلحوا مدري ايش. وبصور لكم الفيديو كامل بدون اي قطع علشان ما تقولوش كذاب ومدري ايش. هذا التلفون. تمام، ادخل الرسائل، بحث عز الدين، هذا المحادثة، هذا رقمه في 3 مارس 2025. هذا التهديدات اللي قبل سنة، اللي قلت لكم كان يرسل لي تهديدات وأنا ما افتحهاش، اتصل بي عجل. تمام، رسلت لك رسالة عبر الواتس، اقراها وتعامل معها بعين الاعتبار ورد عليها، وإذا إذا بدك تتعامل معي بالدعممة فلك ذلك ولك المثل في وقتها. واضح؟ يعني هي وضح، هذا مكتوب كتب وضح، بس هو يقصد واضح انه اذا اتمكنها دعممه فلك ذلك ولك المثل في وقتها، يعني انه هيجي وقتك وبتشوف الدعممه صح. هذا تهديد. غير رسائل الواتس كانت موجودة والله العظيم، كان في، بس انه انا الحين سافرت السعودية وسافرت مصر كنت استخدم الرقم السعودي والرقم المصري، ما ادى الى حذف المحادثات اللي كانت في الرقم اليمني. المهم، غدا فعالية الإفراج أكثر من 150 أسير من أسرى الحرب السادسة. ذكرى طوفان الأسرى تنشر ذلك وتحشد المسيرة كبرى. نشتينا نحشد. العدو الصهيوني يقصف الحديدة. جي التحرير بعد المغرب، أنا بنسق لك يدخلوك إلى المنصة وصور من المنصة. هذا كان يوم 25 سبتمبر لما كلمتهم، إنه لما كلمونا وفعلوا لنا جمعوا كذا المؤثرين وقالوا إنه عادي إحنا بنحتفل، وهم بيصيروا المنصة حق التحرير يفعلوا تمثيلية اللي هي ربع ساعة إنهم أوقدوا الشعلة، يفعلوا إنهم أوقدوا الشعلة أمام الإعلام بس، وعطفوا كل حاجة وفاعلين الناس على الشوارع كامل وأمن وبالصمل. وأنا هذاك اليوم صدقت إنه عادي تخرج بالعلم، لما خرجت على طول حبسوني 6 ساعات وبعدين خرجوني. المهم، افتح تليجرام. نتمنى يكون الحضور بمفردكم أخي ويتم التواصل مع الأخ عبد الله أزهر. هذا أي حق إيش؟ ملاحظة، يجب إحضار البطاقة الشخصية معكم غدا. أخي، تم تسجيل اسمك في كشف الإعلاميين والممثلين ليتم تنظيم إيش والله قد أنا ناسي إيش كانت الرسائل عن إيش. نرجو منكم البدء الآن في الحديث والنشر حول ذكر المولد النبوي الشريف وبشكل مستمر إلى يوم الفعالية الكبرى. اليوم الساعة 8 تدعوكم فرقة الشهيد القائد للحضور كضيوف شرف للمشاركة في تصوير أوبريت أنشدي. السلام عليكم. غدا الخميس نتمنى التفاعل مع حملة الفنانين والمشاهير بالنشر عن مظلومية غزة بهاشتاغ كي لا ننسى القضية. اليوم موعدنا مع المبادرة الممثلين والمشاهير على التواصل التي أطلقت. شوف كيف كلهم بيمشوا بأوامر. المهم، السلام عليكم. في حق إرسال الرابط الآن هذا بمشينا شوية. هذا دليل إنه إذا نزلت شي رسل الرابط حقه. هذا في 2024. وزيد تحدث عن الهدف. السلام عليكم، أنت صاحي. مهم جدا التحشيد لمسيرة الغد على أنها مفصلية، ونرجو التفاعل والنشر. طبعا هذه الرسائل الاس اللي ما احتذفتش، بس ما بالك برسائل الواتس والتسجيلات اللي كانوا يرسلوها لنا. تمام، بسم الله. هذا واحد. الآن التلفون الثاني. هذا التلفون الثاني. هذا المكالمات أمي. المهم، ما علينا. من طلع رقم طلع هو حظه، أنا مالي دخل. يوم 22 يوم ما انتشر فيديو أنا جاوع. تمام، هذا اليوم
اتصال من عز الدين عامر يوم 22 مايو الساعة 8 مساء. اتصال من رقم ثاني نفسه هو نفسه اللي اتصل بس من رقم ثاني. اتصال من رقم خاص. تمام. الساعة 10 اتصال من رقم خاص. اتصال من رقم تبعهم انه ما رديتش. هذا طارق السفياني جلسوا بعد يتصلوا ويحاولوا الى يوم 29 يونيو. تمام انه احضر خلاص. تمام نرجع ننزل شوية. هذا عز الدين عامر. تمام. كيف ادخل على تمام. وهذا رقمه وهذا الرسائل. الهيئة للزكاة. هذا دعوة مناسبة تحضر تدعوكم وزارة الزراعة. وهذا بالتاريخ يوم الثلاثاء 23 يونيو. ليش ما تجاوب؟ أنا برويك كيف تكون جاوع كيف تكون جاوع. تمام. في نفس اليوم ننزل الرسائل. خلاص. هذا رسالة عز الدين عامر كيف تكون جاوع. وهذا الإعلامي حقهم يا أخي اتصل بي معك الإعلامي حسن عباس اشتي أكلمك ضروري. ما أعرف إيش ولا أعرف هذا حسن عباس ولا بس إنه وبس.